اهلا بحضرتك سياده الفريق. مساء الخير يا مدام منى. مساء النور يا فندم، اتفضل. والله انا الحقيقه سمعت تعليق ظريف كده لاخونا العزيز محمود سعد على التليفون، كنت عايز اوضح حاجه بس. اتفضل يا سياده الفريق. دلوقتي انا ابلغت في مكتبي ان النهارده البرنامج داعيني عشان رد على بعض التساؤلات اللي جرت في الايام الاخيره كده، وكانت محتاجه انها يبقى يعني يحصل اجابه عليها. واتفقنا ان انا بعد الظهر هروح في الساعه 10 على ما اعتقد، وبعدين حصل ان انا قبليها مباشره في المكتب حصل تغيير في الموقف، فاتصلنا بالتليفون للاعتذار يعني او للتغيير ليوم تاني او حاجه زي كده. اللي حصل ان انا فوجئت، طبعا ابلغت خلاص البرنامج اتلغى واتفقنا هنبقى يوم تاني. فوجئت بالاخ محمود طالع ادى بيان طويل جدا عن ان هو مع الثوره ومش مع الحكومه وطبعا هو الراجل اتكلم بمنتهى الكرم عني بصفه شخصيه، لكن يعني اعتقد ان الموضوع ما كانش المجال يستدعي ذلك، خصوصا ان انا علمت بعد ذلك ان كان في اجتماع النهارده على مدى اليوم بيراجع الموقف المالي، وكان في كلام عرفته برضو انا باحتوار موقعي، يعني يمكن ده اللي خلاني قدرت اعرف ان مرتب محمود يعني في مقترح انه هيعدل من 9 مليون جنيه في السنة الى 1.5 مليون جنيه، وهو اخطر بهذا الموضوع قبل ميعاد البرنامج مباشرة. فالحقيقة انا ما اعرفش يعني هل طب سيادة الفريق، خلينا وكما قلت للزميل الاعلامي محمود سعد ان الجزئية المالية على الاقل خارج اهتمام البرنامج. انا ما اريد السؤال عنه، هل سيادة رئيس الوزراء للحكومة الانتقالية بينفي انه يكون طلب او فرض نفسه على برنامج في التلفزيون الحكومي؟ انا ما اقدرش افرض نفسي على حاجة اطلاقا، انا بيتعرض علي، انا دعيت اكمل كلامي يا منى. اكمل كلامي بس باي صفة انا هفرض نفسي او انتقي. انا دعيت للكلام في البرنامج واخترت ان البرنامج الساعة 10. بعد كده اما انا جيت اعتذر ولغينا واتفقنا ان احنا على اعتذار، فوجئت بالبرنامج عندك في التلفزيون لمدة 10 دقايق شرح معاد ومكرر مع تكريمي الحقيقة يعني بكلمات رقيقة جدا، وهو اخ عزيز وصديق والعلاقة طيبة جدا، لكن اظن لا مجال لان انا واحد رئيس وزراء بيتكلم ينوي انه يشرح نقاط مطلوب توضيحها، ان ده يبقى مجال كلام ان انا ما بتكلمش مع الحكومه او بتكلم مع الحكومه او ده مكانه او مش مكانه. اعتقد دي مش موقعه ان هو يتكلم منه في حاجه زي كده. نتكلم في حاجه اعلاميه مطلوب اختار الجمهور الكريم ببعض النقاط التساؤلات اللي دايره. عموما انا بس حبيت اوضح عشان الصوره ما يبقاش فيها طيب خالص. انا هخرج من مكالمه رئيس الوزراء انه يصرح بانه لم يطلب ولم يفرض نفسه على اي برنامج سواء حكومي او غير حكومي، بانه ليس له اي علاقه باي خلاف حدث داخليا في برنامج مصر النهارده او داخل اتحاد الاذاعه والتلفزيون. انا فهمت صح كده؟ فهمتي مظبوط واشكرك يا منى. شكرا جزيلا. الفريق أحمد شفيق رئيس وزراء الحكومة الانتقالية معلقا على مداخلة الإعلامي البارز محمود سعد في بداية الحلقة، وهو يبرر رغبته في فسخ عقده مع الشركة الوكيل الإعلامي للتلفزيون المصري. شكرا للاثنين معا.